يا مساء الحماس ويا أهلا بكل المتابعين الأعزاء على قناة رحلات عبر الزمن. النهاردة جايينكم بقصة مش عادية، قصة بين اتنين كان حلمهم أكبر من كل الظروف اللي وقفت في طريقهم. قصة مليانة صراع، تحدي، وكتير من المفاجآت. اتشدوا معانا واحضروا القصة من أولها لآخرها، وركزوا لأن كل ثانية فيها تفاصيل هتقلب الموازين. احضروا حلة الشاي أو قهوة المساء، ويلا نشوف قصة ياسر وجنة. مش هتبطلوا تفكروا فيها بعد ما تسمعوها. وقبل ما نبدأ، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا نبدأ الحكاية ونعيش مع بعض رحلة عبر الزمن. القصة بتبدأ بياسر، شاب من حي بسيط، طموحه عالي جدا، بس الظروف حواليه مش سهلة. عنده حلم إنه يحقق نجاح كبير في حياته، وأكتر حاجة بترفعه وتدفعه دايما هي حبه لجنة. جنى بنت هادية رقيقة، لكن ورا ملامحها الهادية دي في حماس وأمل يخليها تستحمل وتساند ياسر دايما حتى لو الظروف قصادهم. كانوا بيشوفوا بعض من بعيد، عيونهم تتقابل في لحظات صغيرة، وكل مرة قلب ياسر بيدق زي أول مرة شافها فيها. مفيش حد كان مصدق الحب اللي بين ياسر وجنى، حب من النوع اللي مش بيحصل كتير، حب نقي وشريف يدي كل واحد فيهم الأمل عشان يكمل طريقه. يوم من الأيام ياسر قرر يخاطر ويدخل مشروع صغير. جنى كانت دايما تقف وراه وتقول له أنت قدها يا ياسر، متخليش حد يحبطك. وفعلا بدأ المشروع. كان بيسهر ليالي طويلة عشان يشوف حلمه بيكبر قدامه، لكن الدنيا كان عندها خطط تانية. كان في ناس من المنافسين مش عاجبهم إن واحد زي ياسر من بيئة بسيطة ينجح قدامهم، فبدأت المضايقات والتخريب في شغله. وفي وسط كل الصعوبات دي جنى وقفت جنبه زي الجبل، مش بس بالكلام، لكن كانت بتديله الدعم اللي يخليه ما يستسلمش. وفي لحظة حاسمة ياسر اكتشف إن في حد من أقرب الناس ليه بيخونه، حد كان بيثق فيه، وده كان بمثابة الصدمة الكبيرة ليه. طبعا كانت لحظة انهيار، بس جنى كانت الشخص الوحيد اللي ماسك إيده، بتقوله لو وقعت أنا معاك هنقوم من جديد. وياسر بفضل حب جنى قدر يقف تاني ويبدأ من الصفر لحد ما حقق نجاح عظيم، بس المرة دي كان أقوى وأشد من الأول. عارف مين اللي معاه ومين اللي ضده. وفي النهاية الحلم بقى حقيقة، وياسر وجنى أخيراً اتحقق حلمهم وبقوا مع بعض. كان يوم مميز، اليوم اللي شافوا فيه ثمار تعبهم وعرفوا إن الحب والإخلاص دايماً بينتصروا مهما كانت الصعوبات. بعد ما ياسر وجنى وصلوا للي كانوا بيحلموا بيه، الدنيا ابتدت تفتح لهم أبواب أكتر. ياسر بقى ناجح، مشروعه كبر، وبقى عنده شعبية كبيرة، والناس بقت تحترمه وتحترم قصة نجاحه. لكن النجاح الكبير ده كان جايب معاه تحديات من نوع تاني، تحديات مش بس في الشغل لكن كمان في علاقتهم. في مرة ظهر شخص جديد في حياتهم، حد من الماضي، واحد كان بيحب جنى قبل ما تتعرف على ياسر، وده كان عامل زي اختبار لمشاعرهم. الشخص ده كان بيدخل حياتهم بأسلوب غير مباشر، بيحاول يلاعب جنى بالكلام الحلو ويشككها في علاقتها بياسر، وكان دايما يقول لها انتي تستحقي حياة أفضل. لكن جنى كانت قوية وبتعرف تحافظ على حدودها، عمرها ما فكرت في حد غير ياسر. لكن كان في جزء جواها بدأ يتساءل لو فعلا هي بتعيش الحياة اللي تستحقها. في الوقت ده ياسر كان في ضغط كبير من شغله، كان شغال ساعات طويلة وبيبعد عن جنى شوية بشوية من غير ما يقصد، وده كان بيدي الفرصة للشخص ده إنه يقرب أكتر ويحاول يخرب العلاقة. وفي يوم حصلت مواجهة بين ياسر وجنى، قال لها أنا بحاول أحقق كل اللي كنتي بتحلمي بيه معايا، ليه حاسة إنك مش سعيدة؟ جنى لحظة المواجهة دي كانت عينيها مليانة دموع وقالت له مش عشان إحنا بقى عندنا اللي كنا بنحلم بيه يعني خلاص سعادتنا مضمونة. ساعات الواحد بيحتاج إنه يحس بالاهتمام، بالكلام الحلو، مش الفلوس والشغل بس. الكلام أثر في ياسر، حس إنه فعلا كان مهتم بحلمه زيادة عن اللزوم، لدرجة إنه نسي الحاجات الصغيرة اللي بتخليهم سوا. فقرر يخصص وقت لجنى، يسيب الشغل شوية ويستمتعوا مع بعض، يرجعوا للحب النقي اللي جمعهم في الأول. وبسبب ده الشخص اللي كان بيحاول يقرب من جنى حس إن معركته انتهت وإنه ملوش مكان بينهم. وفي النهاية ياسر وجنى عرفوا إن التفاهم هو اللي بيربط أي علاقة، وإن الحب مش مجرد وعود وأحلام، لكن محتاج مجهود يومي، صبر واحترام. وبكده قصة ياسر وجنى تبقى قصة عن الحب الحقيقي اللي بيقاوم الزمن والصعوبات ويحافظ على الحلم بين اتنين مهما كانت التحديات.
وبكده نكون وصلنا لنهاية قصة ياسر وجنة، القصة اللي علمتنا إزاي الحب والإخلاص ممكن ينتصروا على أصعب الظروف. رحلة طويلة مليانة تحديات، خيانة وإصرار، وفي الآخر كان الحب الحقيقي هو اللي كسب. لو عجبتكم القصة واستمتعتوا بيها، متنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في قناة رحلات عبر الزمن، وفعلوا زر الجرس عشان تكونوا أول ناس يوصلها كل جديد من حكاياتنا الحصرية. استنونا في قصص تانية أقوى وأعمق. كان معاكم قناة رحلات عبر الزمن.